إن كنت تشعر بهذا الشعور وأنك في ملل فأنت على خطر عظيم. أعظم حرمان وأعظم عقوبة أن تحرم حلاوة المناجاة مع الله سبحانه وتعالى. واسمع إلى ماذا يقول ابن الجوزي رحمه الله. يقول ابن الجوزي ويذكر عن رجل من بني إسرائيل، هذا الرجل أحبته في الله أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، مسرف. في يوم من الأيام يقول هذا الرجل: يا رب كم أعصيك وأنت لا تعاقبني، يا رب كم أعصيك وأنت لا تعاقبني. نظن حنا يا جماعة أن العقوبة أن الله يخليك أعمى أو يخليك مشلول، لا، عقوبة أعظم من هذه العقوبة. يا رب كم أعصيك وأنت لا تعاقبني. فأوحى الله إلى رجل، أوحى الله إلى النبي في ذلك الزمن، وقال الله لهذا النبي: أخبر هذا الرجل وقل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري، كم أعاقبك وأنت لا تدري، أليس ذهبت منك حلاوة مناجاتي؟ والله يا جماعة أن أعظم حرمان وأعظم خسارة أن تحرم حلاوة المناجاة مع الله سبحانه وتعالى. كم منا أحبتي في الله من حرم هذه اللذة وهذه الحلاوة، حلاوة المناجاة مع الله سبحانه وتعالى. نجلس مع الناس ساعات والساعات، نجد الأنس والفرح والسرور والبشاشة، ولكن إذا كنا مع الله سبحانه وتعالى نشعر بالملل والضيق. إن كنت تشعر بهذا الشيء فانتبه لقلبك، وأنك والله الذي لا إله إلا أنك تعاقب بعقوبة عظيمة جدا.